القصة بتبدأ في عالم سحر غريب بنشوف فيه عالمين واقفين قصاد بعض كأنهم في حرب صامتة. من ناحية مملكة خيالية مليانة نور وسحر وجنيات طيبين، ومن الناحية التانية غابة مظلمة مخيفة كلها وحوش وكائنات غامضة، وعلى الحدود بينهم كانت بتنمو زهرة نادرة جدا بتستخدم في عمل محلول للحب. زهرة شكلها عادي لكن حقيقتها أخطر مما تتخيل، لأنها المكون الأساسي لجرعة حب سحرية، جرعة تخلي أي قلب يقع في حب أي حد. وفي صباح هادي من يوم الحد، الأميرة الجنية ماري كانت بتتمشى وبتقطف زهور من المملكة بتاعتها علشان تديها هدية لخطيبها رولاند بمناسبة حفل زفافهم اللي هيكون الليلة. بس حماسها وخفتها خدوها أكتر وأكتر لحد ما دخلت من غير ما تحس جوه الغابة المظلمة. ماري ما كانتش مدركة إنها ارتكبت غلطة ممكن تغير مصير العالمين كلهم. أول ما دخلت الغابة الوحوش لمحوا وجودها وبيخوفوها فبتخاف وبتجري بسرعة، أما الوحوش فبيجروا وبيبلغوا حاكمهم ملك المستنقع باو لما عرف إن زهور الحب دي بتنمو على حدود عالمه اتعصب جدا. هو أصلا بيكره فكرة الحب من أساسها وشايف إنها ممكن تفسد توازن الغابة وتنشر مشاعر هو مش عايزها في مملكته، ومن غير تردد أمر أعوانه يدمروا كل زهرة موجودة. في اللحظة دي ماري بتكون رجعت على مملكتها قبل ما حد يمسكها، وهناك قابلت خطيبها رولاند اللي بيكون راكب على سنجاب ضخم بطريقة استعراضية شوية، وبتفضل ماري تحكي له عن أحلامها والحاجات اللي نفسها يحققوها مع بعض. بس رولاند ما بيكونش مهتم بكل ده، وكانت أهم حاجة عنده إنه يتجوزها علشان يكون الملك في المستقبل. ماري بتكمل وبتقول إنهم بعد ما يتجوزوا نفسها تدخل الغابة المظلمة وتدور على طريقة تعمل سلام بين العالمين بدل الحرب اللي بينهم. بعد شوية رولاند بيقولها إن هو هيروح يجهز بسرعة للزفاف وبيسيبها وبيمشي، وفي الوقت ده بتوصل أخت ماري الصغيرة دان وبتقولها إن الفرح خلاص قرب ولازم تجهز بسرعة. وفعلا ماري بتروح مع أختها على المملكة علشان تجهز، لكنها بتفتكر إنها نسيت تدي رولاند الزهر اللي قطفتها، وبتقول لدان إنها هتروح تديها له وترجع بسرعة، وفعلا بتسيبها وبتنطلق. لكن اللي شافته هناك كان أسوأ كابوس ممكن تعيشه. بتلاقي رولاند واقف وبيقبل جنية تانية. اللحظة دي كانت كفيلة تكسر قلبها مليون حتة، مش صدمة وبس، دي خيانة. ومن غير ما تتكلم مع حد بتدخل أوضتها وبتقرر تلغي الزفاف، وبترفض تقول لأي حد السبب. الحب بالنسبة لها انتهى، ومن وقتها اتحولت من أميرة حالمة رقيقة لجنية محاربة قوية باردة ومش عايزة أي مشاعر تقرب لها تاني. وبتمر الأيام وبنشوف داني اللي بتقابل صديقها ساني وبيكونوا جنب الغابة المظلمة، وبتقوله إن أختها ماري بقت بتراقبها دايما وبتحاول تحميها من أي حاجة، وإنها مش فاهمة إيه اللي حصل في يوم الزفاف خلاها كده. وهم بيتكلموا بهدوء بتظهر فجأة سحلية عملاقة مرعبة وبتهجم عليهم. دان بتتفزع وبتحاول تجري مع ساني، وفي الوقت ده بتيجي ماري بسرعة وبتهجم على السحلية وبتخوفها، فبتهرب السحلية من المكان بسرعة. وبتزعق ماري لدان وبتقول لها ما يقربوش من الغابة المظلمة علشان ما يحصلش فيهم زي ما حصل لجنية السكر اللي اتسجنت في الغابة المظلمة للأبد لأنها صنعت محلول الحب. فبتعتذر لها دان وبيرجعوا هما الاتنين للمملكة. وفي الطريق بتقول دان لماري إن هما لازم يجهزوا بسرعة علشان حفلة الربيع، لكن ماري بتقول لها إنها تحضر كده، وبعد شوية المملكة كلها بتكون في حفلة الربيع، احتفال كبير، أنوار، موسيقى وفرحة في كل مكان. والد ماري ملك الغابة الخيالية بيقول لها إنه نفسه يشوفها سعيدة زي ما كانت سعيدة قبل سوء التفاهم اللي حصل مع رولاند يوم زفافها، وبيطلب منها تقابل رولاند عشان يعتذر لها. وفي الوقت ده رولاند بيقرب منها وملامحه كلها ندم، وبيعتذر لها وبيطلب منها إنها تسامحه وبيفضل يغني لها علشان تسامحه. لكن ماري كانت لسه نار الغضب جواها مولعة، بترفض اعتذاره قدام الكل وبتطرده من الحفلة. رولاند ساعتها بيمشي، بس وهو ماشي بيلاحظ حاجة مهمة، بيشوف ساني وهو باصص لدان بنظرة مختلفة، نظرة حب واضحة. وهنا عقل رولاند بيبدأ يشتغل بطريقة أخطر، وبيقول لساني إن هو حاسس بيه وعارف إن هو معجب بدان لكنها عمرها ما هتحبه كده، وبيقترح عليه يجيب محلول الحب السحري علشان دان تحبه وهو كمان يستخدمه ويخلي ماري ترجع تحبه من تاني. الفكرة بتعجب ساني جدا، لكنه بيقول لرولاند إن مفيش حد يقدر يعمل محلول الحب السحري غير جنية السكر، وبيقول له إنها محبوسة في الغابة المظلمة من زمان. فبيقترح عليه رولاند إن هو يدخل الغابة المظلمة ويقابل جنية السكر ويطلب منها تعمل له محلول الحب السحري، لكن ساني بيعترض وبيقول له إن الغابة خطر وبيطلب منه يدخل هو، لكن رولاند بيقول له إن هو حجمه صغير وهيقدر يدخل الغابة بسهولة من غير ما حد يشوفه. وفعلا بيقتنع ساني وبينطلق علشان يدور على زهرة الحب علشان يديها لجنية السكر وتعمل له بيها محلول الحب.
وفعلا بيلاقي زهرة وبياخدها وبينطلق على الغابة المظلمة. بس طبعا عيون باو في كل حتة، الجواسيس بتوعه بيبلغوا انه في قزم ومعاه زهرة الحب داخل ارضه. وقتها باو بيتضايق وبيؤمر كل جواسيسه ان هم يدوروا على القزم ده ويقبضوا عليه فورا. في الوقت ده صني بيكون لسه ماشي في الغابة وفجأة بيظهر له عفريت صغير وبيخطف منه زهرة الحب وبيجري بسرعة. لكن صني بيقوله ان هو محتاج الزهرة دي علشان يديها لجنية السكر علشان تعمل له محلول الحب. فبيقوله العفريت ان هو عارف مكان جنية السكر وان هو هيوديه ليها وبياخده وبينطلق. وفي نفس الوقت ده ماري بتتدرب مع الجنيات الصغيرين بتوعها، فبيجي لها باباها وبيقول لها ان النهارده هيكون في حفله راقصه للاقزام وبيطلب منها تروح معاه للحفله يمكن تلاقي شريك ليها وتتجوزه. لكنها بترفض وبتقول له ان هي مش عايزه تتجوز. فبيحاول يقنعها وبيقول لها تروح معاه الحفله علشان تراقب اختها اللي كل شويه مع جن شكل. فبتضطر ماري انها توافق. اما ساني فبيوصلوا العفريت لمكان جنيه السكر وبيسيبه وبيمشي. وبيروح ساني لجنيه السكر وبيطلب منها تعمل له محلول الحب السحري. فبترفض الجنيه وبتقول له انها محبوسه هنا بقالها كتير جدا بسبب انها عملت محلول الحب السحري للملك باو ومفعوله فشل. لكن ساني بيفضل يترجاها تعمله له وفعلا الجنيه بتوافق لكن بشرط انه يحررها من هنا. وفعلا ساني بيوافق وبتبدا جنيه السكر تحضر المحلول وبتقول لساني ان المحلول ده نتائجه مش متوقعه. وبتقول لساني ان المحلول ده نتائجه مش متوقعه وبتعرفه ان هو لازم يرش المحلول ده على عين الشخص اللي هو عايزه يحبه، ولازم اول ما يفتح عينه يكون هو اول حد يشوفه. وبتحذره ان هو يدي المحلول ده للعفريت الصغير اللي موجود في الغابه. وبعدها بتديله المحلول وبيقدر ساني يحرر جنيه السكر اللي بتضحك بصوت عالي جدا وهي فرحانه. وللاسف في الوقت ده بيسمعها الملك باو فبيروح بسرعه علشان يشوفها، لكنه بيكتشف انها هربت من المكان. فبيأمر كل الجواسيس بتوعه يدوروا عليها ويرجعوها فورا وبينطلقوا كلهم علشان يدوروا عليها. اما ساني والجنيه فبيجروا بسرعه علشان يخرجوا من الغابه. لكن للاسف باو بيقدر يمسك الجنيه من تاني وبيحبسها وبيعرف منها ان هي عملت محلول الحب السحر للقزم وانه دلوقتي رجع للمملكه بتاعته لحفله رأس الاقزام. وقتها بيغضب باو جدا وبيؤمر جيشه يهجم على المملكه الخياليه علشان يجيبوا المحلول بسرعه. وفي الوقت ده ساني بيقدر يهرب من العفريت الغابه الصغير وبيرجع للمملكه الخياليه لحفله الرقص. وبنشوف الحفله اللي بيحضرها الملك وبناته داني وماري. وماري اول ما بتشوف رولاند في الحفله بتسيب الحفله وبتمشي بسرعه. اما دان فبتروح ترقص مع رولاند وساعتها بيكون عفريت الغابه وصل للحفله وكمان جواسيس الملك باو. اما ساني فبيحاول يفتح المحلول بسرعه علشان يرش على دان. بس في الوقت ده بيجي العفريت وبيشد منه الازازه وفعلا المحلول بيتفتح وبيترش على عيون دان. لكن الجواسيس بيجوا بسرعه وبيخطفوها في كيس من القماش. اما العفريت فبياخد باقي المحلول وبيهرب بسرعه من المكان. وقتها ماري بتشوف كل اللي بيحصل من بعيد وبتروح علشان تنقذ اختها. لكن باو بيهاجمها وبيقول لها انها لو عايزه اختها ترجع له محلول الحب السحري قبل ما يغيب القمر وبيسيبها وبيمشي. وفي اللحظه دي بيجي رولاند وبيقول للملك ان هو هينقذ دان لكنه محتاج معاه جيش. بس ماري بترفض وبتقول له ان هي هتنقذ اختها بنفسها وبتسيبه وبتنطلق. اما في الغابه المظلمه حرس الملك بيخرجوا دان من الكيس واول ما بتفتح عينيها بتشوف باو فبتقع في حبه فورا وبتفضل تغني له طول الوقت قد ايه هي بتحبه. وساعتها باو بيتوتر وبيأمر حراسه ياخدوها ويحبسوها بسرعه وبيطلب منهم يجيبوا جنيه السكر علشان تقول له الترياق بتاع المحلول. وفعلا جنيه السكر بتيجي وبيسألها عن الترياق لكنها بتقول له انها هتقول له عن الترياق بشرط واحد هو انه يسمح لها تحكي عن اليوم اللي صنعت له فيه محلول الحب زمان. لكنه بيرفض وبيأمر حراسه ياخدوها ويسجنوها لحد ما تقول له عن الترياق. وفي الوقت ده صاني بيقدر يدخل الغابة المظلمة من تاني وبيقدر يوصل للعفريت الصغير وبيفضل يجري وراه علشان ياخد منه محلول الحب السحري. لكن العفريت بيخدعه وبيربطه في الشجرة هو وصديقه. وفي الوقت ده بتطلع السحلية العملاقة علشان تاكلهم. لكن العفريت الصغير بيرش عليها محلول الحب السحري فبتقع في حب صاني وصديقه وما بترضاش تاكلهم. وبيفضل العفريت يرش من المحلول ده على الكائنات الموجودة في الغابة وبيقعوا كلهم في حب بعض. بعد كده العفريت بيدي باقي محلول الحب السحري لصاني علشان يروح يديه لباو ويحرر دان. اما عند باو في واحد من الحراس بتوعه بيروح وبيقول له ان في حيوانات كتير في الغابه ترش عليهم محلول الحب. فبيأمروا باو ان هم يمسكوهم كلهم ويحبسوهم هنا لحد ما يقدر يوصل للترياق. وفي الوقت ده بنشوف ماري اللي بتقدر تتسلل وبتدخل للغابه المظلمه. وكمان رولاند بياخد الجيش بتاعه وبيدخل للغابه.
بعد كده بيقابل صاني اللي بيكون معاه محلول الحب السحري فبياخده منه وبيقول له إن هو هيديه الباو علشان يحرر دان وبينطلقوا كلهم للقلعة. ساعتها ماري بتكون وصلت للقلعة وبتبدأ تهاجم باو بكل قوتها وبتدور بينهم معركة كبيرة جدا، وبيقول لها باو إن هو مش هيديها أختها غير ما تجيب له باقي محلول الحب السحري، وبيشرح لها باو خطورة المحلول وبيقول لها إن أي حد يصاب بيه بيكون مطيع للشخص اللي بيحبه من غير ما يفكر، وبيقرر ياخدها علشان يوريها أختها ويثبت لها كلامه، لكنه بينسى السلاح بتاعه وبينزل معاها. وبتتفاجئ ماري لما بتشوف الكائنات اللي واقعة في حب بعض بطريقة غريبة، وكمان بتستغرب لما بتشوف أختها اللي بتكون واقعة في حب باو وبتغني له طول الوقت. وبحركة مفاجأة بتاخد ماري أختها وبتهدد باو بالسلاح، لكن دان لما بتشوف كده بتزقها وبتروح علشان تحمي باو وبتزعق لأختها. وقتها بتتصدم ماري جدا من اللي بيحصل وبتقرر إنها تروح مع باو لجنية السكر علشان يلاقوا الترياق. وبالرغم من إن جنية السكر بترفض إنها تقول لهم عن الترياق في البداية، لكن في النهاية بتقرر إنها تقول لهم عليه، وبتقول لهم إن هي هتعرفهم على الترياق في صورة فزورة، وبتقول لهم إن اللي هيكسر حب السحر هو حاجة أقوى منه. وبيفضلوا هما الاتنين يفكروا في الحل لكنهم ما بيعرفوش، فبتقول لهم إن هي هتعرفهم الحل لو باو سمح لها إنها تحكي لهم عن اليوم اللي هي عملت له فيه محلول الحب السحري. وبتبدأ تحكي لهم وبتقول لهم إن باو في يوم من الأيام كان بيحب واحدة، ولأنه كان متعلق بيها جدا قرر يستخدم محلول الحب السحري، لكن حتى بعد ما استخدم المحلول ما وقعتش في حبه، وبيكون فاكر إن هي ما حبتوش بسبب شكله، لكن جنية السكر بتقوله إن هي ما حبتوش لأنها كانت بتحب حد تاني. وقتها بيتفاجئ باو وبيقول لها ليه ما قالتلوش الكلام ده قبل كده، فبتقوله إنه دايما كان بيمنعها تتكلم عن اليوم ده، وبتعرفهم إن الطريقة الوحيدة اللي تكسر حب السحر هو حاجة أقوى منه واللي هو الحب الحقيقي. بعد كده بيروحوا باو وماري وبيقعدوا يتكلموا مع بعض، وبتحكي له ماري عن خيانة رولاند ليها وإنه كان مهتم بالعرش أكتر منها، ومن غير ما يحسوا القلوب اللي كانت مقفولة بتبدأ تتفتح لبعض. ماري وباو بيقعوا في حب بعض بجد، وبيقرروا هما الاتنين يخرجوا بره القلعة وبيفضلوا يطيروا وهما بيغنوا ومبسوطين جدا. لكن في الوقت ده باو بيلاحظ رولاند والجيش بتاعه هما بيقربوا من قلعته، فبيفكر باو إن ماري خدعته وإنها طلعته من القلعة علشان رولاند يدخلها ويدمرها، فبتقول له ماري إن هي ما عملتش أي حاجة من اللي هو بيقوله، لكن باو ما بيصدقهاش وبيسيبها وبيروح لرولاند. وقتها رولاند بيقول له إنه جاب له محلول الحب السحري وبيطلب منه يسلمه الأميرتين، لكن باو بيقول له إن الاتفاق بيقول إن هو هيسلمه دام بس. وساعتها رولاند بيحاول يستخدم محلول الحب السحري ويرش على ماري، بس لحسن الحظ بيشوفه باو وبيهجم عليه وبيقول له إنه الاتفاق اتلغى وبيطلب منه يمشي من هنا، لكن رولاند وقتها بيدي إشارة للجيش بتاعه إن هم يدمروا القلعة، وفعلا بيبدأوا يدمروها. وساعتها رولاند بياخد ماري وبيطير بسرعة بره القلعة وبيحاول يرش عليها المحلول، لكنها بتهاجمه وبتقدر توقعه وبتهرب منه بسرعة. أما باو فبياخد دانو وبيحاول يخرج بيها من القلعة اللي انهارت كلها، ولما بيقرب باو يخرج من القلعة بيشوف ماري واقفة بره فبيحدف لها أختها دان، وللأسف القلعة بتنهار على باو وبيتدفن تحت الأنقاض. الكل بيفتكر إنه مات ودان بتبكي، ووقتها ساني بيروح يحضنها، وفي اللحظة دي السحر بيتكسر من على دان لأن الحب الحقيقي أقوى من أي تعويذة. وفجأة باو بيخرج من تحت الأنقاض حي، ماري بتجري عليه وبتنهار من الفرح، لكن رولاند بيظهر تاني للمرة الأخيرة وبيرمي جرعة حب على ماري، وبيفضل يضحك وبيفتكر إنه كده خلاص بقت تحت سيطرته، لكنها بتبصله بثبات وبتضربه وبترميه في وادي مظلم من غير رجعة. وقتها جنية السكر بتقول لباو إن ماري ما تأثرتش بالجرعة لأن قلبها مليان حب حقيقي لشخص تاني. ساعتها بيروح باو وبيعترف بحبه لماري اللي بتفرح جدا وبتقوله هي كمان إنها بتحبه. بعد كده المملكة والغابة بيحتفلوا باتحاد ماري وباو والعداوة بتتحول لسلام، وفي الآخر رولاند ضاع في طمعه وماري كسبت قلبها. الفيلم بيقول لنا إن السحر ممكن يزغلل العين بس مستحيل يأثر في قلب مليان حب صادق. وبس كده، لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناة نظرية في المهلبية على اليوتيوب. سلام.